طبعا يا اخواتي عارفين اللي حصل الفترة اللي فاتت، الايام اللي فاتت ديت الدنيا مقلوبة خالص، لحد دلوقتي. على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى تيك توك الوضع بقى مقلوب جدا. يعني خلينا نشوف اللي حصل الفترة ديت الايام ديت. صراحة الدنيا مقلوبة خالص هنا في مصر، فخلينا نشوف اللي حصل بالظبط. الحكاية ايه، القصة، الحوار بالظبط، نشوف ايه الوضع. نشوف مع بعض الفيديو ده. خلينا نشوف ايه اللي حصل بالظبط، خلينا نشوف القصة والحكاية كلنا مع بعض، خلينا نشوف. السلام عليكم. حياة المشاهير بتهم الناس في العموم. زمان كان الفنانين الناس دايما بتستنى الصحف والمجلات تشوف الجديد فيهم أو عن حياتهم بالتحديد، لكن دلوقتي الوضع اتغير كتير، وخصوصا في عصر السرعة والتكنولوجيا والسوشيال ميديا. النهاردة حلقتنا عن موضوع حضراتكم بعتولي فيه كتير. هو انت ليه ما بتتكلمش على حمدي وفاء؟ مش انت دايما بتقول الصح والغلط وده ما ينفعش وده عيب، ولا ده عشان موجود معاك في اليوتيوب؟ عشان كده النهارده خصصنا جزء من الحلقه هنكلمكم بمنتهى البساطه والحياديه على حمدي ووفاء، او بالتحديد على القرار اللي عمله او خده حمدي ان مراته وبنته يخلعوا الحجاب مقابل فلوس، مقابل الناس اللي معاها فلوس بس اللي هتشوف شعر مراتي وبنتي. الكلام ده حقيقي؟ الكلام ده راح فين؟ وايه الحملة اللي معمولة دلوقتي على السوشيال ميديا لكل الناس بتطالب بقفل القناة بتاعتهم والغاء الاشتراك عندهم عشان اللي حصل ده عيب وما يصحش وحاجات تانية كتير. وفي نفس الوقت لو احنا اتكلمنا عن المرض الحقيقي هنشوفه في ممرضة حلوان، او بالتحديد مستشفى العام في حلوان اللي قررت وخدت قرار ان تولع في المستشفى عشان تشوف رعب الناس والمرضى وتبقى فرحانة وهي مبسوطة وشايفة الناس خايفة وقلقانة. قالت ايه في التحقيقات وولعت في المستشفى ليه وفي العناية المركزة؟ ده كله برضو حضراتكم هتعرفوه في حلقة جديدة من اللغز مع يونس محمد. بس خلونا قبل ما نبتدي، كل واحد بيشوفنا دلوقتي واحنا في صباح جديد، نصلي على النبي عشان هي أجمل حاجة نبتدي بيها يومنا. زي ما قلت لحضراتكم في البداية، حلقتنا مش مخصصة عن حد بعينه. حلقتنا هنرصد حاجة موجودة هنتكلم فيها بمنتهى الحيادية، هنتكلم فيها بصوت عالي مع بعض ونعرف ايه اللي مضايقنا. حمدي ووفاء هما الاتنين عندهم قناة على اليوتيوب وليهم وجود على السوشيال ميديا. سابوا مصر من فترة وراحوا هناك عايشين في تركيا، خدوا الجنسية التركية. عندهم قناة مشهورة، القناة بتاعتهم يوميات وحوارات حياتهم اليومية ماشية ازاي، بيعملوا مقالب في بعض. مراتي حامل، مراتي ولدت، مراتي راحت، مراتي جت، عيالي عملت مقلب فيهم. دي حياة حمدي ووفاء او المحتوى اللي بيقدموه على السوشيال ميديا، سواء انت مقتنع بالمحتوى ده او مش بتحبه، لكن ليهم متابعين وليهم مشاهدات. لكن في حاجة بسيطة قبل ما نكمل كلامنا، اليوتيوب والفيسبوك بالتحديد الفلوس اللي بتجيلك منه بتكون معتمدة على المشاهدات، بتكون معتمدة على المحتوى اللي انت بتقدمه. هيجيب مشاهدات فهيتعرض عليه اعلانات فهتاخد فلوس. فما بين الوقت والتاني كل واحد من صناع المحتوى بيدور على حاجة تخليه دايما موجود على الساحة، ايا كان طريقتك ايا كان وسيلتك، لكن دايما لازم ابقى ترند. وهنا الترند عند حمدي ووفاء كان مختلف حبتين، عشان بصراحة ما كانوش عايزين الترند، عشان الخطوة اللي خدتها وفاء وبنتها ما كانتش للعامة، دي للناس اللي معاهم فلوس بس. عايزين تشوفوا حاجة جديدة، عايزين تشوفوا حاجة مختلفة، هنعملها للناس المنتسبين للقناة او الاعضاء في القناة اللي بفلوس، البريميوم، الناس اللي بتدفع لنا فلوس عايزة تشوف الحلقات ليها لوحدها، يبقى دول اللي هيشوفوا بنتي ومراتي من غير حجاب. للأسف ده اللي حصل. الحلقات اللي ظهر فيها وفاء وبنت حمدي اللي اسمها ندى تقريبا هي مش موجودة على السوشيال ميديا، مش موجودة على القناة بتاعتهم، لكن موجودة فعليا على القناة للناس المشتركة بفلوس. والصورة اللي قدام حضراتكم بتثبت ده او بتظهر ده، وده اللي خلى الناس تشن حملة اكبر واكبر على حمدي ووفاء عشان يقولوا ان الفلوس عمت النفوس.
غيرت البني ادم، حولته بقى مجرد اللي يطلع اهل بيته ويطلع مراته وبنته من غير حجاب او يعملوا حاجه زي دي، سواء مقتنعين بيها او مش مقتنعين هم احرار. لكن فكره ان خلى الفيديوهات اللي مراته وبنته ظاهره من غير حجاب للناس اللي معاها فلوس بس، او المشتركين او الاعضاء المنتسبين للقناه اللي بيدفعوا فلوس بس هم اللي هيشوفوا الفيديوهات دي عشان انا بنميزكم، يبقى الموضوع كبير. عشان مش هنتكلم كتير فيه غير اللي احنا هندعي بالهدى، ربنا يهدي الجميع، الله اعلم بنواياه. لكن اللي ظاهر قدامنا ان الحركة دي اتعملت مش لكل الناس، اتعملت من اجل الفلوس، ده الظاهر، عشان كل واحد يقول الله اعلم بنياته. يا عم لا ماشي، ما احنا معاك في النوايا، وعلاقته بربنا هو حر بيها، احنا مش اوصياء على حد ولا بنعلم الادب لحد ولا طالعين، انا مش شيخ ولا واعظ ديني ولا بقول لكم الصح والغلط، مجرد انا بني ادم زيكم بنرصد بعض القصص اللي بنتكلم فيها بالعقل وبالمنطق، اللي في امور حياتنا حتى بنشوف الدين بيقول فيها ايه بنتكلم بصوت عالي. لكن قصة حمدي ووفاء بالتحديدا انا بدعي لهم بالهداية، هيجي لهم يوم هيفوقوا، هيجي لهم يوم يعرفوا ان مهما كان اللي انا هعمله عشان خاطر الفلوس عمرها ما هتدوم وعمرها ما هتفضل. الزرعة اللي احنا بنرويها بمية فاسدة عمرها ما تدينا ثمرة، هتدينا شكل، والشكل ده في يوم من الايام هنقعد جنبه هنلاقيه فاني مش موجود، مش هيدينا اللي احنا عايزينه. ده اللي كنت محتاج اتكلم فيه في قصة حمدي ووفاء في عجالة، مش هنقعد نعلي على بعض او نتصيد اخطاء بعض. دي القصة اللي حضراتكم بعتولي فيها كتير، واللي شغلت بال ناس كتير وما كانتش فاهمة، واللي قالوا ما تتهموش الناس باطل، ده ما فيش الكلام ده. لا في الكلام ده، لكن هو معمول للمنتسبين او اللي بيدفعوا فلوس بس، مشتركين في القناة بتاعتهم بفلوس. يعني انت هتشوف مراته وبنته من غير حجاب من غير فلوس. الله اعلم ايه اللي هيحصل الايام الجايه، ربنا يستر على الجميع ويهدي الجميع ويعصمنا يا رب من الخطأ. خلونا بقى نروح لموضوع الغريب والعجيب. من كام يوم حصل حريق في مستشفى حلوان العام اللي موجودة في محافظة القاهرة. الحريق كان موجود في 4 غرف، غرفة أولى كان فيها سراير للمرضى، غرفة تانية غرفة المرضى الممرضين نفسهم تم إشعال فيهم الحريق، غرفة العناية المركزة 4 غرف تم إشعال فيهم النار. طيب الرجال البحث الجنائي والأدلة الجنائية جم وحضروا للمستشفى وابتدوا يعملوا تحرياتهم ويرفعوا البصمات ويرفعوا الحاجة ويبصوا كده ايه سبب الحريق. ما هو لازم نعرف ايه سبب الحريق، مش حريق نطفيه ونمشي. ماس كهربائي ولا فعل فاعل؟ طلع بفعل فاعل. الاغرب من ده كله ان شهود العيان اكدوا ان وسط ما كل الناس عماله تحاول تنقذ المرضى او تحاول تنقذ المستشفى من الحريق، كان في شخص واحد هو اللي واقف بيتفرج وهو اللي واقف بيضحك على اللي بيحصل. هو الشخص ده ممرضة اسمها شروق. طب الممرضة دي ليه بتعمل كده؟ تم القبض على الممرضة عشان تعترف بكل حاجة، لكن قبل ما يتم القبض عليها بلحظات كلمت والدتها: يا ماما ده ربنا سترها علينا يا ماما النهاردة. دي مكالمة ما بين شروق ووالدتها، شروق الممرضة. ربنا سترها علينا النهاردة، ده كان في حريق وتم السيطرة عليه. دي كانت آخر مكالمة ما بين الممرضة اللي اسمها شروق وما بين والدتها، وبعدها تم القبض عليها عشان والدتها تتفاجئ باعترافات بنتها اللي بتقول فيها اللي هي بتفرح وهي شايفة رعب الناس، بتفرح وهي شايفة خوف الناس من النار، واللي هي ما كانتش مخططة اللي هي تشعل النار في المستشفى، لكن الموضوع كله جاي بايلك. في نفس اليوم ولعت في أول غرفة، تاني غرفة، تالت غرفة، رابع غرفة، واستمتعت اللي شايفة حالة الهرج والمرج. بالإضافة اللي مبسوطة إن الناس كلها كانت خايفة، ده أشبعت رغبة جواها. اعترافات غريبة خلت الناس تقول حطوها في مستشفى الأمراض العقلية، بالرغم اللي هي تصرفاتها طبيعية، بالرغم إن حتى في اعترافاتها لرجال الشرطة والنيابة متزنة، لكن حقيقة الأمر تدل اللي هي في مرض جواها، مرض تخليها اللي يشوف الرعب في عين الناس ويبقى فرحان بيه، ده حقيقي مرض. الأغرب من ده كله إن شهود العيان أكدوا جيران شروق في المنطقة
صحفية من موقع تلغراف مصر نزلت وقابلت الجيران، وبناء على اللي هي قابلته نقلت عن شهود العيان والجيران دول ان شروق بيجي لها حالات تشنجات، واللي هي مخطوبة للاعب شهير في نادي سيراميكا كليوباترا في الدوري العام المصري، وان شروق بيجي لها من وقت للتاني تشنجات وبينقلوها للمستشفى. ده اللي الجيران يعرفوها، لكنها بنت محترمة وفي حالها. أما والدتها قالت إن بنتي عمرها ما تعمل اللي هي قالت عليه ده أو اللي الشرطة قالته. بنتي 150 سنتي تعمل اللي هي تولع وتعمل ده كله؟ أعتقد إن فيه حاجة غلط. بنتي كانت بتساعد في نقل المرضى ال50 مريض اللي نقلوهم للمستشفيات التانية أثناء الحريق. بنتي اسألوا الشهود تاني وفرغوا الكاميرات تاني، أكيد في حاجة غلط. ما بين ده وما بين ده نقلنا لحضراتكم، ما بين ان الموضوع ممكن تكون ممرضة بتستمتع بالحريق وهلع وخوف الناس، ده يبقى مرض. ده لو حقيقي الله اعلم هتبقى ايه. النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات واستكمال تحريات المباحث عن الموضوع، بالرغم ان المتهمة معترفة على نفسها ان هي اللي عملت كده. شيء غريب بقينا نشوفه كل يوم والتاني، بتظهر لنا قصة أغرب من اللي قبلها، قصة بتفاجئنا، قصة بنقول هو الواقع ده بقى عامل ليه كده، ولا السوشيال ميديا هي اللي سهلت بقينا نعرف قصص كتير. زمان من 20 سنة مثلا مش كل يوم كان في قصص، لكن تجيب اخبار الحوادث اللي موجوده في الجرايد كل يوم كنت بتلاقي قصه مختلفه. فهل السوشيال ميديا هي اللي كشفت القصص؟ هل المجتمع بتاعنا عشان كبير، احنا 100 مليون، القصص دي موجوده في المجتمعات التانية؟ موجوده، لكن الاغرب اسباب القصص نفسها هي اللي بتختلف. اوقات كنا بنرجع كل قصه نقول الفقر مع الجهل، لكن في قصص مالهمش علاقه ولا الفقر ولا الجهل، ده انعدام دين واخلاق، دي حاجات كتير ناقصه. زي ما شفنا في اول قصه حمد ووفاء، فقر وجهل ايه؟ مفيش الاتنين. القصه التانيه الممرضه، فقر وجهل ايه؟ مفيش الاتنين. لكن لو اتكلمنا عن مرض النفوس، هو الحقيقي اللي موجود، هو الحقيقي الثابت والواضح لينا كلنا. عشان كده لو انت وصلت لنهايه الحلقه دي، اتمنى كلنا ندعي لبعض، يا رب اهدينا، يا رب ما نشوف حاجة وحشة، يا رب خرجنا من الدنيا دي على خير. وفي النهاية صلى على النبي زي ما ابتدينا من البداية. السلام عليكم. بالظبط ده اللي حصل. هو شفتوا الفيديو، فطبعا كده يا اخواتي وصلنا لنهاية الفيديو، واشوفكم خير باخبار جديدة وقصة جديدة من قصص التيك توكر. بس اشوفكم خير.